بص بقى، اللي انتوا هتشوفوه النهارده ده هزار وتهريج. انا مش عارف الذكاء الاصطناعي هيودينا لفين بعد كده. نزل ابديت على برنامج الفوتوشوب امبارح، في شويه امكانيات باستخدام الاي اي او الذكاء الاصطناعي رهيبه. حاجات كنا بنقعد فيها كتير قوي نشتغل عليها عشان نطلعها بالنتيجه دي، بدوسة زرار حرفيا الموضوع كله هيتم في لحظه. الفيرجن اللي انت هتشوفه دلوقتي ده هو الفيرجن البيتا، يعني الفيرجن التجريبي. فاعتقد ان الفيرجن اللي بعد كده لما ينزل اساسي على برنامج فوتوشوب هيكون خطير جدا. فتعالوا نشوف الاي اي دلوقتي بيقدم لنا ايه على برنامج الفوتوشوب. طيب عشان تجرب الاي اي او تنزل النسخه البيتا من برنامج فوتوشوب لازم تكون عامل سبسكريبشن او شاري البرنامج. ولا عزاء للناس اللي عامله كراك للبرنامج ده. كل اللي انت هتعمله انت هتروح عند كرييتيف كلاود ديسكتوب وتنزل عند بيتا ابس وتختار الفوتوشوب وتعمل له داونلود. بعد ما بيخلص هتلاقي النسخه دي عندك على الكمبيوتر بكل سهوله تفتحها. دي شكل النسخه التجريبيه بتاعه البرنامج، هو نفس البرنامج، مفيش اي اختلاف هتلاقيه ملحوظ، الا ان هيبقى فيه بس بار جديد، وهو ده الخاص بالاي اي او بالذكاء الاصطناعي اللي احنا هنشوف دلوقتي بيعمل ايه. اول حاجه وانا شايفها اجمد حاجه في البرنامج الصراحه، فكره ان انت تعمل اكستند للصوره بتاعتك. فرضا الصوره دي هي صوره طوليه وعايز تخليها بالعرض وتعمل كونتنت اوير فيل في الجناب يمين او شمال. احنا كنا بنعمل كده باستخدام الكونتنت اوير، ولكن الموضوع ده كان بياخد وقت كبير وساعات مش بيطلع اكيوريت قوي. تعالوا نشوف دلوقتي قوه الاي اي. كل اللي انت هتعمله ان انت هتروح عند الكروب تول وتبدا تزود او تاكستند الصوره بتاعتك، مثلا من ناحيه اليمين ومن ناحيه الشمال. بعد كده هتدوس انتر، هتروح عند سيلكشن تول وتدوس عليها وتقول له انا عايز اعمل اكستند للحته دي كلها. بعد كده هروح عند كلمه جنريشن فيل، هي دي بقى الاي اي تول، بدوس عليها. بتقدر هنا تكتب شويه ديسكريبشن للحاجه اللي انت عايزها، ولكن احنا مش هنعمل اي حاجه، احنا هندوس جنريت. هو هنا بياخد وقت شويه عشان هو الموضوع اونلاين، يعني بيرفع صوره وينزل صوره ويجيب حاجات من على النت وهكذا. طيب دلوقتي زي ما انتم شايفين هو خلص الصوره، طبعا شكلها رهيب وحلوه جدا، تحس ان هي فعلا صوره كامله. ولو كمان مش عاجباك هو هنا بيديك 3 فرايتي او 3 اختيارات تقدر تقلب ما بينهم. ده الاختيار الاول، لو دوسنا هنا ده الاختيار الثاني، وهنا كمان في اختيار ثالث. طبعا كلهم جامدين اجمد من بعض، انا عايز الاولانيه شكلها كان الطف. وهنرجع نعمل نفس الموضوع الناحيه الثانيه كده، ونقول له جنريت فيل جنريت. زي ما انتم شايفين الموضوع ما خدش دقيقه وطالع جامد جدا جدا، وبرده اداني ال3 اختيارات اللي انا عايزهم. لو شفنا الاختيار ده او الاختيار الثاني او الاختيار الثالث، الموضوع يعني جامد قوي. يعني الاختيار الثالث ده ممتاز، انا شايفه مناسب جدا للصوره. ولو مش عجبك ممكن كمان دوس جنريت فيطلع لك اوبشنز ثانيه او اقتراحات ثانيه، ولكن انا بالنسبه لي الصوره دي كده جميله جدا وما خدتش معايا دقيقتين. وزي ما انتم شايفين بيفور وافتر الموضوع اختلف تمام. ودي كانت اول حاجه كنت حابب اجربها، ان انا دي اكتر فيتشر عجباني في موضوع الاي اي ده. الموضوع رهيب الصراحه. تعالوا نشوف الفيتشر الثانيه. الفيتشر الثانيه دي بقى يعني بص حكايه جامده جدا. فرضا زي ما انتم شايفين الراجل الطيب الجميل اللي بتصور سيلفي ده عايزين نغير هدومه، يعني عايزين نلبسه حاجه ثانيه. فكل اللي انت هتعمله ان انت هتروح تجيب اي اداه سيلكشن وتعمل سيلكت على الهدوم بتاعته لغايه رقبته كده. بعد ما تخلص سيلكشن بيجيب لك البار بتاع الاي اي، وهدوس على جنريتيف فيل. بس هنا بقى انا هقول له انا عايزه يلبس ايه. فانا مثلا عايزه يلبس بدله غطس، فهكتب هنا دايفنج سوت مثلا. بعد كده اقول له جنريت. واو، زي ما انتم شايفين الصوره عامله ازاي. هم لبسوه بدله غطس، مش عارف بقت عامله كده ازاي، بس شكلها جامد جدا. عندنا برضو 3 اختيارات. ده بص ده نازل خلاص يجيب شارك، يجيب سمكه قرش يعني. عارفين الجميل في حاجه ان هو كمل الايد اللي هي اصلا مش موجوده وكمل الباك جراوند، فيعني الموضوع اكيوريت جدا ومش باين ان هو ذكاء اصطناعي ولا حاجه، باين فعلا ان الصوره حقيقيه. ولكن انا حابب ان انا اغير شويه او عايز اعمل جنريت لاشكال تانية، فهروح ادوس على جنريت، فبالتالي هيديني 3 اختيارات تانيين. وزي ما انتم شايفين 3 بدل غطس تانيين اهو، 1 2 3. لا الموضوع صراحه صحيح قوي وجامد يعني. طبعا تكتب اللي انت عايزه بقى، عايز تكتب مثلا فورمال سوت، عايز تكتب مثلا سبيس سوت، اي حاجه وهو هيغير لك الموضوع ده في ثانيه. دي كانت تاني فيتشر. تعالوا نشوف ثالث فيتشر بتقول ايه في برنامج الفوتوشوب. ثالث ميزه في الابديت ده كمان هو ممكن يقدر يغير لك اوبجكت او حاجه في الصوره عندك، او ان هو يشيلها لك خالص. ففرضا عندنا هذه الفرخه الجميله اللي قاعده مع البط مش عارف بتعمل ايه، وعايز ان انا اغيرها اشيلها واحط كائن اخر. فكل اللي انا هعمله انا هعمل سيلكت سبجكت، وبعد ما اخلص لي السلكشن هو في شويه حاجات بس مش مظبوطه، فاحنا هنظبطها سريعا باستخدام مثلا اي اداه مثلا زي كويك سيلكشن تول. هبدا ان انا اقول له ان انا عايز ازود رجليها وازود هنا كده، اتعمل لي سيلكشن كويس. هعمل شويه اكسباند للسلكشن بتاعي اهو، اكسباند، واقول له مثلا خليه اكسباند ل10. اوكي. بعد كده اقول له جنريتيف فيل،
واقول له ان انا عايز مكان الفرخه دي عايز قطه، اكتب مثلا كات واقول له جنريت، واقعد بقى مستني شويه اشوف هيطلع لي القطه عامله ازاي. والله يا جدعان الموضوع خطير. يعني ادي قطه والشكل الاولاني، الشكل الثاني ماشي، الشكل الثالث. يعني بصوا دي اكيوريت قوي ودي مظبوطه بشكل حلو. يعني مثلا ايه، بس هنا عندها مشكله في الرجل او في العين او الكلام ده كله، وده طبعا ممكن نظبطه عادي سهل على الفوتوشوب. بس في الاخر طلع لي قط وكل لي راس البطه هنا. انا عايز اقول لكم ان احنا ممكن نعمل جنريت تاني. بعد ما خلص لي جنريت التاني برضو طلع لي نتائج الى حد ما ظريفه. دي وشها مضروب شويه، ودي وشها مضروب شويه. دي كانت صراحه افضل حاجه، واللي فاتت دي برضو كانت افضل حاجه، اللي هي دي او الاولانيه مش فاكر. دي كانت حلوه جدا جدا. طبعا موضوع بيتا فلسه تحت تجريب، يعني الحاجات دي هتبقى احسن ادائها بكتير قوي لما تنزل الفيرجن الاساسي بتاعها. فان هو يطلع لك حاجه زي كده او نتيجه زي كده فعاش والله. تعال نشوف الفيتشر اللي بعدها. الميزه بقى اللي بعد كده هي الاكستند، برضو ان انت بتكبر الصوره بتاعتك ولكن بيبقى فيها جواها اوبجكت. بمعنى الشخص ده مثلا او الراجل ده هو واقف اهو على ميه ولكن رجليه مقطوعه، فانت عايز تضيف رجله. فدي حاجه برضو مش سهل انت تعملها قبل الموضوع الذكاء الصناعي ده. هنكبر شويه، هندوس على الكروب ونكبر شويه المساحه هنا كده وهدوس انتر. وكالعاده هروح على السلكشن وهعمل سيلكت كده، وبعد كده اقول له جنريتيف فيل ومش هكتب له اي حاجه وهدوس جنريت. دلوقتي كل مطلوب منك انت تقعد تنتخ كده وتصبر لغايه لما الذكاء الصناعي يشوف شغله. يا جدعان الموضوع والله خطير. بصوا الصوره، يعني هو لبسوا له كروكس، وفي صوره تانية هو لابس جزمه اهي، وفي صوره ثالثه لابس جزمه برضو. يعني دي مظبوطه وشكلها كويس. عايزين تعالى نكبر كده نشوف لو في فضايح او حاجه. يعني هو الكوتشي او الجزمه مش مظبوطه في الحته دي، بس انت ممكن لو مسحت الحته دي هتتظبط. تعالوا نشوف لو دوسنا جنريت تاني. يعني بصوا دي مظبوطه جدا، يعني ما فيهاش اي مشكله. يعني ممكن احنا بس لو شلنا حته بسيطه من هنا خلاص. فالموضوع جامد. خدوا بالكم من حاجه تانية جامده جدا. احنا الصوره دي شايفين الاضاءه جايه منين؟ جايه من ناحيه اليمين هنا ورايحه على الشخص ومعمله له شادو. الصوره اصلا كانت كده، هو ما فيش هنا شادو، هو حاطط لي الشادو على حسب الاضاءه. يعني هو كمان قرا الاضاءه جايه منين وعمل لها شادو بالطول بتاع الراجل وحطها على الارض. فيعني الموضوع جامد جدا. وزي ما قلت لكم الموضوع لسه بيتا، يعني لسه في مرحله التجريب. يعني بعد كده الموضوع هيبقى احسن بكتير من الاداء ده. مش بس كده، انتوا طبعا عارفين فكره ميد جورني اللي هو بتحط له كلام ويطلع لك صوره، ودي اول حاجه قويه اي تنزل وكلنا كنا مجانين عليها وجربناها. الفوتوشوب برضو بيعمل الموضوع ده. فاحنا لو قدرنا نكريت مثلا، لو تعالوا نشوف، عملنا نيو وقلنا مثلا عايزين اي مقاس، اوكي. بعد كده عملت كنترول ايه او عملت سيلكت على الصوره كلها ودوست جنريتيف فيل وكتبت هنا بقى اي حاجه. تعالوا نكتب مثلا مان sitting on desk looking into the camera with blur background. شخص قاعد على ديسك والباك جراوند بتاعتي معمول لها بلوري. كتبت كمان تروبيكال بلانيت ان باك جراوند، يعني في الباك جراوند زرعه صناعيه. وخليني كده سريعا اكتب انا البرومت ويدوس جنريت. نفس الموضوع هيعمل جنريت ويوريني النتيجه. واو بصوا يا جدعان الموضوع رهيب والله العظيم. بصوا الصوره عامله ازاي، صوره جامده جدا. يعني الراجل فعلا قاعد وحاطط انا حاطط كل المواصفات. كاتب ان هو مثلا العدسه بتاعته تكون في رينج ال 24 او ال 35 مع باك جراوند بلوري مع ديسك. دي اول صوره. بص الصوره الثانيه دي ماشي ممكن تكون بايظه شويه، دي ممكن تكون بعيد قوي عن اللي انا محتاجه، ولكن الصوره دي الصراحه اول صوره جامده جدا. يعني صوره جامده جدا جدا وبكليك واحده ما عملتش اي حاجه. تعالوا نشوف لو دوسنا جنريت تاني. واو يا جدعان جامد قوي. ايه ده؟ شايفين الصوره عامله ازاي؟ صوره طبيعيه جدا وشكلها ابن ناس تحفه. دي كمان تحفه. انا عايز اقول لكم حاجه، ان انا في البرومت كاتب ان الموضوع عايزه يبقى شكله كرتوني او حاجه زي ديزني كده او كرتون والكلام ده كله. انا لو كتبت ان هو رياليستيك او حاجه حقيقيه ممكن يجيب لي شكل فعلا شخص حقيقي، ولكن هنا انا قصد ان هو يطلعه شكل كرتوني او شكل وتحس ان هو مرسوم كده. بس كده دي كانت الفيتشر الجديده اللي كانت نازله في برنامج الفوتوشوب الفيرجن البيتا. زي ما قلت لك عايز تجربه بتنزله على اساس تبقى شاري البرنامج. واعتقد هم لما يخلصوا وينزل عادي في البرنامج الموضوع هيبقى احسن من كده. ان انا جربت صور كتير قبل ما اعمل الفيديو عن حاجات تانية
الاداء ما كانش احسن حاجه. فده طبيعي يعني، كده كده احنا لسه بنجرب. الذكاء الاصطناعي داخل وبقوه في سوق العمل، فلو انت مش مجاري الموضوع هتتعب في الاخر. فنصيحه مني، حاول تجاري الموضوع ده وتمشي معاه في مجال شغل. بس كده، لو عجبك فيديو ما تنساش اللايك الجامد، اعمل سبسكرايب للقناه لو انت مش عامل، سيب لي رايك في الكومنتات، واشوفك الفيديو الجاي. سلام.